بيتنا بسيط وظروفنا وعلى كد حالنا، الحمد لله على كل حال. رغم ان ظروفنا بسيطة وبيتنا على كد الحال، بس قلنا بإذن الله حنعملوه أحلى بيت، وحنحاولوا كده نعملوا شوية ديكورات وحاجات على كدنا ما تكلفناش حاجة وتخلي المنظر حاجة تانية خالص. لمينا هنا فرش الكنب عشان تشوفوا، كمان هنغسلوه وهنفرش الصالة دي وهنخلوها فل الفل بإذن الله. فقلنا نلموا الأول فرش الكنب ده كله، والمفارش اللي على الفرن واللي على التلاجة ونغسلوها. نبتدوا بالغسيل عشان لما نجي نفرشوا تبقى كل حاجة نظيفة وحلوة. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم استرنا تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين، أمين. حبايب وأخواتي ربنا يبارك فيكن ويجبر خاطركن، اللهم أمين. ما تنسوناش باللايك وبالاشتراك، ربنا يبارك فيكن ويجعل في ميزان حسناتكن، اللهم أمين يا رب العالمين. إن خلاص يا بنتا قلنا نروقوا البيت كده وننظفوه، فابتدينا لا مؤاخذة أنا أسفة في اللفظ أعزكم الله بالحمام. الحمام كده هتشوفوا هنغيره، يعني مش على رأي اللي قال 50 درجة، ده 100 درجة، وهيبقى بسم الله ما شاء الله زي العسل. خلاص هنا يا حبايبي الغاليين كنا عاملين رف اللي كسر، يلا الحمد لله انتوا طبعا فاهمين وانا فاهمه. فتكسر الرف ده، فانا عندي يا بنتي العلاقات دي من ايام شغل رمضان. فاكرين لما انا كنت واخده البيت المتأجراه كنت عامله رفوف زي كده، وكنت حاطه عليها شايفين هنا السلك اللي اتقطع ده، فاكرين الموضوع ده يا جماعه؟ السلك اللي اتقطع والفيش. انا دلوقتي شغاله بالمشترك، بنحط المشترك زي كده ونوصل عليه الغساله لغايه ما ربنا يسهل نجيب لحد يصلح لي الكهرباء ويعمل لي فيشه. لان انا بموضوع الغساله كده بنخاف للميه تمطر ولا حاجه لا قدر الله الكهرباء تدعك الدنيا دعك. الحمد لله ربنا كريم وهيوقف معانا باذن الله. صلوا على الحبيب يا بنت ويجبر خاطرنا، ربنا يجبر خاطركن ويسعدكن، اللهم امين يا رب العالمين. الشياله دي يا بنت انا من ساعه ما اتجوزت جايباها، وكانت في ركنه الحمام كده، فما مفرطش فيها بصراحه. حتى لما عملت رف يعني شايفين الغطا بتاع المفرش ده كان في حاجه جهاز دنيا، وراحت هي مرضتش يعني تستعمل عشان كانت جايبه واحد تاني مشمع فديتها ليا، فانا ركبوه البتة يعني زي ما انتم شايفين كده. الجزايز دي حبايبي انا بنجيب الجزايز الفاضيه، بنعمل تركيبات للغسيل، بنعمل خلطات، بنشتري اللهم صل على رسول الله كلوريكس الوان فلت، بنشتري البريل فلت من عند بتاع المنظفات، بنجيبه معطر للغسيل فلت ب10 جنيه، ب10 جنيه، ب5 جنيه، بتمن البرطمانه بتاعتك بسم الله ما شاء الله بتبقى زي العسل. فبدل ما يتحطوا كلهم كده فوق الغساله ما فيش مكان، او يتحطوا كده في مكان مش كويس، لا انا عملت لهم ايه، بنحطهم في الجزايز دول. كنت الاول نحطهم في الشياله دي، بس الجزايز دي عريضه مش بتنفع في الشياله، ففكرنا في فكره ايه، فكره الرف. فكره الرف منها هتدي منظر حلو كده، ومنها هتشيل الحاجه ومش هتخلي حته مليكه تقرب عليها، لان لما بنكون غاسله وبنحط الجزايز قريب مليكه بتكبها، لكن كده انا نستعملها وتبقى بعيد خالص. الرف اللي كان فوق الحمام ده اللي اتخلع باذن الله، بس نلقى علاقتين كده. انا كان عندي العلاقات دي طويله طول، فكنت بنقص منها قص. هنا كانت حبيبه بتعجن، كنا عايزين نعمل شويه فطير، هتشوفوا معنا كل حاجه باذن الله بس في فيديو تاني، فاهميني؟ فالحمالات دي بنتها كانت عندي زي ما قلت لكم في البيت القديم ساعه ما كنا بنعمل وجبات رمضان، والخرطوم ده برضه كان هناك. فلما جاء طبعا اتكسر الحمام في الموقف اللي فات اللي انتوا فاهمينه وعارفينه، وتقطع السلك الكهرباء، فالحديد ده اتكسر والتنه، فهي فرد تدلوك بالشاكوش وهتعلق منها. شايفين كده منظر الحمام، ودقت فوق علقتين، وحطت كانش عندنا ماسوره نحطوا فيها ستاره، حطتها في العصايه المكنسه. كانت عندنا عصايه مكنسه بوزها مكسور، عملتها حامل للستاره بسم الله ما شاء الله. شايفين هنا ها الرف ده، بس ما فيش حملات ليه، فيش علاقات ليه، يعني هنشوفوا له علاقتين باذن الله عشان كمان نركبوه. وده قلت هنخليه للبريل، يعني انا لما نجيب بريل او معطر نخليه في نص جزازه، نخليه فوق الغساله على طول بدل ما نروح نجيب الرف اللي هناك، فاهميني؟ يعني الجزازه لما نجيب مثلا ب10 جنيه نقسم نصها ب5 و5، ونخلي ابو 5 فوق الغساله، ونخلي الباقي هناك مركون بعيد بدل ما يتكب ويتبهدل. شايفين يا حبايبي؟ ايه رايكم عاد؟ تغيير يعني على رأي اللي قال، يعني غير الحمام تغيير كامل، بس
اللهم صل على رسول الله. قولوا معايا، الفيشه دي عايزه نصلحها، وعايزه نعمل فيشه قريبه جنب الغساله، لان السلك بتاع الغساله نفسه قصير، السلك بتاع الغساله نفسه قصير، مش هيوصل معايا فوق لغايه السلك ده. والفيشه اللي كنت عاملاها قريبه ورا الغساله على طول، طبعا دي اتقطعت عشان كانت بلاستيك يا بنتها، اللي هي بتتوصل بالوصله. هنا هتغسل الحوض اهو، وهتبتدي تغسل قولوا معايا الحوض والحمام. اللهم صل وسلم على رسول الله. بس يا حبايبي، السيراميك بتاع الحيطان ده من ساعة ما احنا أجرنا الشقة وجينا فيها، وهو السيراميك ده قديم وحدة يعني. حاولت فيه بكل المنظفات، حاولت نعمل فيه كل حاجة، ما فيش أي حاجة جابت فيه نتيجة. فهو قديم كده، أو هو مجير وحدي. والحمد لله على كل حال يا رب، قدر الله ما شاء فعل. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنا جابت شوية برل ورجعت القزازة مكانها تاني، هتدعك الحنفية وتدعك الحوض زي ما انتوا شايفين كده، عشان تبقى ايه خلصت خالص. وبعد كده باذن الله الروتين الجاي ندخل على المطبخ، وبعد كده على الصاله، وهتشوفوا الدنيا معانا. بس ربنا يبعد عننا شياطين الانس، اللهم امين يا رب. ويقعد الحاجه اللي بيتعبن فيها ويعملنها تقعد حلوه وتقعد نظيفه باذن الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. والله يا بنت البريل اللي بنجيبوه من بتاع المنظفات حلو خالص، شايفين رغوتها بسم الله ما شاء الله. وزي ما قلت لكم ان شاء الله ان شاء الله باذن الله هنعمل مع بعضنا العجينه البيضاء، ونعمل شويه وصفات حلوه خالص، ونملوا الجزايز ونخلوها للغسيل. الغسيل يا حبايبي زي ما انتم عارفين طبعا بيبقى كله بقع، او زي ما انتم عارفين البنات بيبقوا في المدارس وكده، ومع التراب والعرق بره الحاجه بتتبهدل. هنعمل لكم كمان خلطه لغسيل الاطفال باذن الله، باذن الله هتخلي الغسيل بتاعكم شمعه منوره. ولو ما قدرتش نعملها هنقولها لكم يا في بث مباشر، يا هنقولها لكم باذن الله في اي فيديو من الفيديوهات. خلطه لو عملتيها وحطيتي منها في الغسالة الخلق العيال الصغيرة، أو زي ما يقولوا ملابس الأطفال، هتطلع معاكي بسم الله ما شاء الله ما فيهاش أي بقع. صلوا على الحبيب وأجبروا خاطرنا بلايك كده إن شاء الله. عايزة ربنا يكرمني كمان نجيب لهم دش، لأن ده بايظ يا بنت، الخلاطات بتاعته بايظ، والرشاش اللي فوق ده برضه بايظ، فهم بيسبحوا بالجردل. بس باذن الله الاول نجيب لي نجيب لي حته سخان ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله. يبقى كده نعزلنا سخان ودش يوسع علينا ربنا باذن الله، لان الشتويه برد جوه جوه يا بنتي. جبت شويه حاجات من لعب مليكه كده وحطتهم يدوا منظر بس كده للحمام. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على الحبيب خلي قلبكم يطيب. السخان ده زي ما قلت لكم انا جبته مستعمل، ما قعدش يعني شهرين ولا شهر واتحرق وباص تاني، لان هو كان من الاول اكيد لو في خير ما كانش رماد طير يا بنت، اكيد اللي باعه وعارف ان هو هيتحرق تاني. الحمد لله ربنا يوسع علينا وعليكم اللهم امين يا بنتي. بالله عليكم اللي تعرف اسعار السخانات وصلت كام تكتب لي في التعليقات يا بنتي. خلاص صلوا على الحبيب، واللي وصل معايا لغايه هنا يقول لي ايه رايه في الحمام بعد ما روقناه كده، ويكتب لي ايه اخبار الجو عندكم، وقولوا لي تتابعوني من اي بلد. يشرفني وجودكم معايا على راسي من فوق حبايبي واخواتي جبارين الخواطر. شايفين يا بناتها المنظفات اها والزهره والحاجه بسم الله ما شاء الله. صلوا على الحبيب واجبروا خاطرنا يا بنت، ربنا يبارك فيكم ويجبر بخاطركم اللهم امين يا رب العالمين. كل حاجه هنعملوها في البيت ان شاء الله باذن الله، على قد مقدرتنا وعلى قد ظروفنا هنصورها ليكم ان شاء الله. ويا رب يا رب القناه تعجبكم وتنور رضاكم بالله عليكم حبايبي واخواتي. بصوا على القناه كده وقيموها يا رب تعجبكم ان شاء الله وتنور رضاكم. وعايزاكم يا بنت الف مليون شكر لكل حبايبي اللي هيسمعوا الفيديوهات القديمه ويكتبوا لي تعليقات. ربنا يبارك فيكم ويجعل في ميزان حسناتكم اللهم امين. محتاجاكم، محتاجه دعمكم ووقفتكم معايا. ربنا يبارك فيكم ويجبر بخاطركم ويجعل في ميزان حسناتكم اللهم امين يا رب العالمين. مستني رايكم يا بنت في التوضيبات اللي عملناها دي، ربنا يجبر خاطركم يا رب.